يا حلاوة طبيخي ريحته مفحفحة هتلم الجيران. ريحة ثواني مفحفاحة وكستريتة مشواحة. ايه الحلاوة دي والريحة اللي تجنن دي؟ بجد والله يا حاج طبيخي عجبك؟ ده انا عامله لك اكل ايه على ذوقي. ايه ده مين اللي بيضرب الجرس في الوقت ده؟ هو انت عازمة حد على الفطار ولا ايه؟ لا مش عازمه حد يا اخويا، روح افتح وشوف مين. ايوه جاي اهو، حاضر يا اللي على الباب. مين اللي جاي في الوقت ده يا اخويا على الفطار؟ نورانا ياما، ده ايه الزيارة الجميلة دي؟ وايه الشنطة اللي في ايدك دي؟ يكونش ابويا الله يرحمه طردك من البيت؟ الله يحفظك يا واد. حماتي وشنطة، استر يا رب لما اروح اشوف. منوراني يا حماتي، ايه الزيارة الجميلة دي وايه الشنطة اللي في ايدك دي؟ جرى ايه يا بنتي منك ليه؟ هو كله عمال يسألني على الشنطة كده ليه؟ بيطمن عليك. اطمنوا، قررت وانا قاعدة مع نفسي كده هو ان انا اقضي معاكم رمضان كله بالعيد. يا لاوي الولية راحت مني. والله ما كنت عايزة اقول، علشان انا واثقة ومتأكدة ان ممكن يحصل لها حاجة من الفرحة. ماما، خير يا رحم. كل سنة وانت طيبة بمناسبة رمضان. وانت طيبة يا اختي. هتدعي لي بإيه بقى في رمضان؟ هدعيلك يبقى اخر رمضان ليكي معايا. كده يا ماما انت زهقت مني؟ وانت يتزهق منك بس يا ضنايا؟ طب لعلمك بقى بكرة اتجوز وتتحايل عليا عشان اجيلك. اتجوزي انت بس يا بنتي، وانا يبقى ابويا ما ربانيش لو قلتلك تعالي. ماشي يا ماما. رايحة فينا مقصوفة الرقبة والسيباني؟ عايزة مني ايه؟ انا ما بكلمكيش. تعالى يا بنت اغسلي المواعين. لا انا مخصماكي. شكلك كده وحشك الشبشب. لا خلاص، وعلى ايه؟ ايوه كده، بنات ما تجيش غير بالعين الحمراء. ما تقوم يا ابني تقرا لك شويه قران ولا تصلي لك ركعتين ولا تعمل اي حاجه، ولا انت ناوي تقضيها نوم لحد المغرب زي كل السنه؟ لا لحد المغرب، احنا خلاص كبرنا على الكلام ده حاج. برافو عليك يا ابني. انا بس هريح شوية كده حاج وبصحيني. انا صحيك على امتى كده؟ على صلاة العيد. اكل المانجا اللي كانت في التلاجة. مانجا؟ انا اللي كلتها بقى، وكل ما هتجيبوا مانجا هاكلها برضه. وانا باكلها ليه؟ مش عشان خايف عليكم من الاملاح؟ مش عارفه خلفة ايه دي يا رب، استغفر الله العظيم. يا ابني قوم، المدرسه هتروح عليك. اخي ما تقوم يالا. في ايه يا حاجه؟ المغرب اذن. مغرب ايه يالا؟ ما تقومي يا ابني على المدرسه بتاعتك، بقالك 5 ايام ما رحتش المدرسه من اول رمضان. رمضان للعباده يا حاجه مش للدراسه. ايه فين العباده دي؟ ما انت بتنام من السحور لحد المغرب. نوم الظالم عباده يا حاجه. مساء الخير. ما لسه بدري، معلش بقى اتأخرت عليكم. أساعدكم في حاجة؟ احنا خلصنا كل حاجة، مش فاضل غير الأذان. ممكن تأذني انتي لو مش هندعيلك يعني. طيب أنا أروح أقعد على السفرة لغاية لما تجيبوا الأكل والأذان يأذن. يلا حطوا الفطار للسنيورة. ميرسي. اعملي حسابك بكره اول يوم رمضان هنفطر عند ماما. لا يا حبيبي، لا احنا هنفطر عند ماما أنا. ايه؟ لا ازاي يعني؟ معروفه فطار اول يوم رمضان في بيت اهل الراجل. مين قال الكلام ده؟ أنا ماما بقالها 3 سنين بتحضر في الأكل. ايه؟ وانا ماما بقالها اسبوع واقفه على رجليها يا حبيبتي بتحضر لنا الفطار. وبعدين أنا لازم أروح أساعد ماما. ايه؟ طب وانا مالي يا حبيبتي؟ اهي ماما بترن اهي، اروح اكلمها. ايه يا ماما حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. ايه مش هينفع بكره؟ تعبانه؟ خلاص ماشي، هجيلك تاني يوم بقى وخلاص. سوسو، عشان تعرفي ان انا بحبك، انا اهو لغيت مع ماما وهنروح عند مامتك بقى وخلاص. وتاني يوم بقى نبقى نروح عند ماما. شكرا يا حبيبي. اهي ماما بتكلمينا كمان. ايوه يا ماما. ايه مش هينفع بكره؟ نخليها تاني يوم. ها يا سعدية، حطيتي الملح على الأكل ولا نسيتي زي كل سنة؟ ايوه طبعا حطيت. عملتي العصير طيب يا سعدية؟ اوف، الله يطولك يا روح. اللهم اني صايمه. ايوه، وعملت شفشقين كمان، واحد عناب واحد خروب، وحطيتهم في التلاجة عندك يسقعوا. طب دول هيكفوا يا سعدية؟ قول يا رب. وجهزت الكنافة والقطايف بالكاستر؟
ايوه عملتهم وجاهزين. ونقعت البلح ولا هناكله ناشف زي كل سنة؟ اللهم اني صايمة. ايوه نقعت البلح. هو انت ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ ما تروح تكمل نوم. لا اكمل نوم ايه؟ ده انا هجيب كرسي واقعد هنا لحسن تنسي حاجة. طب اطلع بره يا حنفي لحسن اسقط راسك بالطاسة دي. ايه يا سوسو يا حبيبتي، عاملة اكل ايه النهاردة؟ مكرونة وبطاطس محمرة. ايه ليه كده بس؟ بوفر عشان رمضان. ايه يا سوسو عاملة لنا اكل ايه النهاردة؟ جبنة وبطاطس محمرة. برضو ايه الحكاية يا سوسو بقى؟ يا حنفي علشان هناكل اكل حلو في رمضان. ايه يا سوسو انا جاي النهاردة بقى تعبان قوي، ايه عاملة لنا اكل ايه؟ مكرونة وجبنة. ليه يا سوسو حرام عليكي، انا هقع من طولي، انا خلاص بقيت هفتان. يا راجل انا بوفر اللحمة والفراخ عشان اعمل لك المحمر والمشمر في رمضان. حرام عليكي انا بقيت هفتان والعيال هفتانين وشهم بقى اصفر. معلش عشان رمضان. حنفي انا هروح ازور ماما وهرجع على طول. طبعا مع السلامة. تعالوا يا حبايب قلبي يلا كلوا بسرعة قبل ما سوسو ترجع. ايوه يا بابا فعلا احنا جعانين جدا. ايوه فعلا يا بابا احنا جعانين جدا. سلام عليكم. ايه ده؟ انتوا جبتوا الفراخ واللحمة دي منين؟ بصراحة العيال هفتانين، احنا جبناها من الفريزر من الحاجات اللي انت شايلاها دي. ايه؟ طب ورمضان؟ اسمعي كده من الاخر، انا نويت اتجوز عليكي. ايه تتجوز عليا وماله؟ ايه ده يعني انت موافقه عادي يعني؟ بس الاول تطلقني. خلاص اطلقك انت حره. ماشي بس طبعا هتديني مؤخر والنفقات بتاعتي والقايمه يعني العفش كله والشقه من حق الحاضن. وفي حاجه كمان نسيتها، نفقه الاولاد تقريبا كده هاخد نص المرتبات. ايه نص مرتبي؟ طب وعايش ازاي واتجوز ازاي؟ ما اعرفش ايه بقى، مش انت اللي عايز تتجوز؟ لا اتجوز ايه؟ هو داخل عليك المقلب ده، انا كنت عامل فيكي مقلب. مقلب؟ طب ما تهزرش تاني بقى عشان انت غلط تقيل. اخيرا اتحررت الحمد لله. العيال ناموا والجو هادي. اخيرا هقدر استمتع بالوقت بتاعي كده في هدوء من غير ما اعمل حاجه، من غير بس يا واد بس يا بت يا لهوي. اروح بقى اعمل لي حاجه كلها واعمل لي حاجه اشربها. اعمل لي بقى طبق اندومي بالجبنه التركي من غير ما حد يشاركني فيه، واعمل لي بقى كوبايه نسكافيه كبيره واقعد بقى اتفرج لي كده على فيلم كوميدي اضحك شويه، او فيلم رومانسي واريح اعصابي، ولا اتكلم اصحابي واقعد ارك معاهم شويه، ولا اروح املى البانيو ميه دافيه واحط عليها ميه ورد يا سلام واقعد كده استرخي يا سلام على الراحه، ولا اروح بقى اكلم ماما ونقعد ننم شويه على الناس. مش عارفه اعمل ايه الصراحه، اعمل ايه ولا ايه؟ انا اكل الاندومي وبعدين نفكر. خلاص خلصت، اروح بقى اشغل لي فيلم واتفرج عليه. ايه الفيلم المسخره ده؟ يا سلام على الهدوء. ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده يا وليه؟ يا سلام على الفصلان. عامله ايه يعني؟ ايه ده اللي انت حاطاه جنبك؟ اندومي وشيبسي وبطاطس مقليه وحاجه ساقعه. ايه ده كله يا وليه؟ ايه ده؟ ايه بلاش اقعد كده مع نفسي شويه واكل اللي انا عاوزاه في البيت بهدوء. وسع كده والنبي وسع علشان اتفرج على الفيلم وروح نام. ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ هو انت يا وليه مش هتصحي بدري عشان تصحي العيال؟ انت اللي مصحيكي لحد دلوقتي، يلا روحي نامي. لا انا لسه هقعد كده مع نفسي شويه من غير ما اتكلم مع حد ومن غير ما ازعق مع حد ولا حد يطلب مني حاجه، واقعد كده مع نفسي بهدوء. بعد اذنك روح كمل نومك. لا انا مش جايلي نوم، انا هقعد معاكي. هاتي طبق الاندومي ده اللي في ايدك. يا ستار يا رب. ماشي. بقولك ايه، جيبي وهاتي قناه الكوره. ما انت كل يوم بتتفرج على الماتش وانا مش بتفرج على حاجه. خلاص هنقسم الشاشه نصين، انا اتفرج على الماتش وانت اتفرجي على الفيلم. ماشي. بس انت هتتفرجي على الصامت وانا هسمع. ابو الجواز على ابو اللي عاوز يتجوز على ابو اللي عاوز يخلف. كنت قاعده في بيتنا مرتاحه، كنت شمعه منوره كده. ماما. ايوه هلو بقى هلو بقى ورا بعض كده. انتوا متفقين عليا في الاجازه تصحوني بدري اقعد مع نفسي شويه تيجوا تقرفوني. يا رب اروح منهم فين؟ يا حلاوه الفرخه يا حلاوه يا حلولو يا حلاوه. الله على ريحتك وجمالك وحلاوتك. اكلك منين يا فرخه؟ اكلك منين؟ قفشتك يا ولية يا تفصى يا مفجوعة يا مكرش. ده انا كنت بغني لها بس وبشمها يا حبيبي.
هو يا ولية احنا دافعين فلوس قد كده عند دكتور الرجيم علشان تخسي، ومنعك من الاكل وعمل لك نظام تمشي عليه. طب ما انا هقولك. تقولي ايه يا ولية يا تخينة؟ تخينة؟ ايوه تخينة، وهاكل واتخن كمان وكمان. يا راجل يا تعبان يا ابو مخ مصدي، هو انا بعمل كل ده ليه؟ انا بعمله علشانك، علشان الناس تعرف انك بتاكلني ومش حارمني من حاجة. والله انا حاسة اني مقصرة مع حنفي. الواحدة برضك لازم تخلي بالها من جوزها. مفيش غيرها هي اللي هتوعيني. استاذة ياسمين عز بتاعت الفرعون الصغير الكبير. يا ريت يا مدام تكوي بيجامة جوزك قبل ما ينام. لازم قبل ما ينام تكوي بيجامته قبل ما ينام. فسؤالي ليكي انت ليه ما بتكويش بيجامات جوزك؟ ليه؟ ايه؟ اكوي بيجامة حنفي قبل ما ينام؟ الله، طب ليه يعني؟ تخيلي ما تكويش بيجامته وينام بيها مكرمشة ومفعكشة، ويروح في الحلم مشوار فجأة كده ولا كده بهدوم مكسرة وبيجامة مكسرة ومكرمشة. الناس تقول علينا ايه في الحلم؟ مشوار فجأة في الحلم؟ صحيح، الناس يقولوا علينا ايه؟ مش عيب عليكي؟ افرضي جاله اي مشوار فجائي في الحلم على صاحبه، افرضي رايح فرح، حلم انه رايح فرح. فرح؟ بالبيجامة؟ عليكي ايه؟ انا مش هقوله عليا، انا مش مراته، انت اللي مراته. انا قاعده معززه مرزه في الاستوديو بتاعي، ماليش علاقه، انت اللي عليكي العلاقه وانت اللي ليكي علاقه. يقولوا ايه، مراته مش مهتمه بيه؟ منيمات بيجامه مكربشه وتضحكي الناس علينا؟ لا فاشا. مش ده جوزك حبيبك اللي جايب لك الروايش تشغلي بيهم على السفره وانت بتقسمي الفرخه نصين، وهو اللي جاب لك الفرخه؟ هو اللي جاب لك النصين؟ ولا مش هو؟ ردي عليا. والله ما جابش هوايش ولا جاب فرخة. اهتمامك بجوزك في الاحلام اهم من اهتمامك بيه في الواقع. خلاص عرفت هعمل ايه. يوه، انا عاوزة اكويلك الفانلة. مش انت قبضت؟ عايزين فلوس بقى نجيب حاجات رمضان. حاجات رمضان ماشي حاضر، سمنة وزيت وسكر وكده يعني. طبعا الحاجات دي، وفي حاجات تانية. حاجات تانية زي ايه؟ عايزين نجيب زينة وفوانيس وبومب صواريخ. ايه؟ نزل طلبات الفترة الجاية خير يا رب خير. لا ده كله خير. اول حاجة الترم التاني. هو الترم الاولاني كان ليه يخلص والاجازة خلصت كمان. عايزين بقى الكتب والكشاكيل والكراريس والاقلام. طيب حاضر خير. في حاجة تاني؟ كل سنة وانت طيب، دخلت رمضان. صحيح، ده انا كنت ناسي. عايزين بقى نجيب شوية حاجات للعيال، شوية شميس وشوية مكسرات، غير بقى البط والفراخ واللحمة. حاضر. ايه بقى كده؟ اظن مفيش حاجة تاني خلاص بقى. لا في، عايزين نجيب لبس العيد. لبس العيد ايه؟ هو رمضان جه اصلا ولا كان خلص ولا لسه العيد جه؟ ما هو دلوقتي اللبس بيبقى ارخص، في رمضان اللبس بيبقى غالي وانا عايزه اوفر له. شفت بقى مراتك حبيبتك موفره لك ازاي؟ موفره لي قوي. خلاص انا لقيت الحل، انا هطفش ومش هرجع غير بعد العيد. الو، ايه يا ماما يا حبيبتي، عامله ايه؟ نزلتي ولا لسه؟ لا يا حبيبتي ما تجيبيش حاجه، انا عملت الفطار بس. استني كده يا ماما، هاتي برطمان المخلل اللي انت عاملاه ده جميل قوي. ماشي يا حبيبتي. يا ماما استني، انا كنت هعمل رز معمر بس حنفي بيقول لي الرز بتاعك لا يعلى عليه. يا حبيبتي اعملي كده شويه وهاتيهم وانت جايه. لا يا حبيبتي مفيش حاجه تاني. هو انا عازماكي عندي عشان اتعبك معايا؟ لا خلاص، تعالي بقى انت وبابا. بس استني يا ماما استني، في حاجه واحده كمان. انا كنت هعمل كنافه بس انت عارفه ما بتطلعش حلوه، فكنت بقى هشتري جاهز، والجاهز انت عارفه غالي ازاي. ممكن بس تعملي صينيه صغيره وتجيبيها وانت جايه. ايوه الكنافه اللي عليها شربات كتير دي، وربنا يخليه ماما. لا يا حبيبتي خلاص، مش عاوزه اتعبك بقى معايا، انت بس كفايه تنورينا. ايه ده؟ استني كده يا ماما استني، مش عارفه كده الفراخ طلعتها من الصبح ولسه ما فكتش، شكلي كده مش هلحق اعملها. بقول لك ايه يا ماما يا حبيبتي، خليكي بقى زي ما انتي، وانا هجيب حنفي والعيال ونيجي نفطر عندك، وربنا يخليه ماما. مساء الخير. ما لسه بدري، معلش بقى اتأخرت عليكم. اساعدكم في حاجة؟ احنا خلصنا كل حاجة، مش فاضل غير الاذان. ممكن تأذني انتي لو مش هنتعبك يعني. طيب انا اروح اقعد على السفرة لغاية لما تجيبوا الاكل والاذان يأذن. يلا حطوا الفطار للسنيورة. ميرسي.